السلام عليكم اعزائي المشاهدين، ان شاء الله تكونوا بخير بصحه وعافيه. اليوم جبت لكم تحليه لبابا مع التحليه تاعها، يعني تحليه جد رائعه لبابا تاعنا. جو خفاف، جو بمذاق رائع. انا درتهم بنكهه الموز، يعني النكهه اللي تحبوها نتوما تستعملوها. يعني طريقه جد سهله بمقادير مضبوطه. ان شاء الله تكون الوصفه يعني سهله عليكم. نبدا هنا بسم الله على بركه الله بالوصفه مباشره. هنا تبعوا المقادير فقط والطريقه وراح تنجح لكم الوصفه يعني 100%. هنا عندي نص كاس تاع حليب، وعندي 2 مغارف كبار تاع السكر، مغرفه كبيره تاع الخميره، وعندي هنايا كاس تاع فرينه وكاس غربوع. يعني 2 كيسان، واحد نعمروه وواحد ما نعمروش، يعني ناقص شوي. هنا ضفت هنايا مغرفه كبيره تاع خميره، يعني ما تكونش مملوءه بزاف، يعني ممسوحه. وهنايا زوج مغارف كبار تاع السكر. هنا درت شويه تاع الملح، شويه تاع لافاني. هنايا خلطت النواشف بجيه، ونروح ندير هنايا نص كاس تاع الحليب هذاك يكون دافي مع 2 بيضات. درت لهم هنا منكه تاع الموز، يعني كما قلت لكم ذوق اختياري، تقدري ديري اي نكهه تحبيها، ذوق الليمون او تقدري تستغني عليهم، هنا اختياري يولي ليك. هنا راح نخلط البيض مع هذاك الحليب مليح، ونبدا نضيف فيه على هذوك النواشف يعني بالتدريج. كما راكم تشوفوا لهنا راني نضيف فيه بالتدريج حتى تتلم لي كامل هذيك العجينه. وهنا حاولوا كي تضيفوا الحليب والبيض، حاولوا يعني تخلطوا مليح. هنا العجينه تاعنا تحب تخلط، يعني اللي عندها بيترا تستعمل بيترا، واللي ما عندهاش هكذا يعني تحاول تعجنهم مليح. حاول انا هكذا نخبط بيدي كما راكم تشوفوا في الصوره. تخبطيه مليح، تحب هذه تتخبط كيما نقولوا حنا كي كديري في السفنج، ولا انا هكذا نخبطهم مليح. هنا عندي 2 مغارف كبار تاع المارغرين، يعني يكونوا ذايبين هكذا، مش ذايبين يعني مره، المهم يكونوا طريين دافيين هكذا. ونضيفهم يعني دفعه واحده، ونزيد نخلط مليح هذاك العجين. هنا راني خلطته حوالي 10 دقائق وانا نخبط فيه، يعني هكذا باش تكون لكم الوصفه ناجحه 100%. هنايا المبتدئات يعني هذه الطريقه راح تكون عليكم سهله. نتمنى يعني تجربوها وتفرحوا العائله تاعكم في شهر رمضان المبارك. هنا العجينه تاعي راح نغطيها ونخليها تخمر. هنا بعد ما خمرت لي كما راكم تشوفوا راح نهبط لها هذاك الخمور هكذا بسباتيل كما راكم تشوفوا. نعاود تخبطها مليح. هنا نجيب كيس حلواني، هنايا نعمر هذاك الكيس، نحاول نعمره، يعني ما نديرش كلش، ندير نص ونص فيما بعد هكذا باش تجينا الخدمه سهله. انا جبت لي مول هذو تاع الكعكات، دهنتهم بالزبده والفرينه ضروري باش ما تلصق لكمش من بعد لي بابا تاعكم وتجيكم الوصفه يعني ناجحه. الاحسن تدهنوهم بالزبده والفرينه. هنا راح نفرغ الخليط تاعي في هذوك لي بوش، وهنايا كما نقولوا حنا تحاولي كيفاش تقطعيهم بالمقص ولا هكذا بصبعك هكذا تغطسيه في الماء، ولا شفتيه يلصق. انا عمرت كامل هذوك الصينيات اللي عندي، انا عندي 10 فقط. بقات لي كميه تاع العجين هذيك، حاولت نضيفها هكذا من الفوق يعني باش ما تقعدليش، باش نكمل كامل هذاك العجينه. ونحاول نعدلهم هكذا، نجيب شويه ماء هكذا بصبعي برك هكذا، نحاول نعدل هذوك العجينه اللي ضفتها من الفوق. يعني طريقه جد سهله هكذا. انا سخنت الفرن تاعي من قبل على درجه 180 درجه، وخليت لي بابا تاعي زادو خمروا، شوفوا كيفاش ارتفع الحجم تاعهم، وحطيتهم يطيبوا. هنايا خليتهم انا يطيبوا ورحت نحضر الكريمه. هنا الكريمه عندي بيضه، درت لها 2 مغارف كبار تاع السكر، مغرفه كبيره تاع المايزينا او النشا. هنا خلطتهم مليح، وحطيت كاس ونص تاع حليب، حطيتهم يسخنوا.
وهنايا نروح نخلط هذه المكونات مع بعضهم هكذا، خلطهم مليح حتى كامل يتخلط لي هذاك البيض والنشا والسكر مع بعض. ونجيب هنا الحليب اللي يكون سخن لي، نبدا نخلط في هذاك المكونات، خلط مليح هكذا باش ما يزربش يطيب لي هذاك البيض. يعني حاولي تخلطي بسرعه، وعاودت رجعتهم لهذيك الطاوه وحطيتها يعني تختار لي هذيك الكريمه. هنا نشوفوا بعد ما اختارت لي لهنا الكريمه، هنا نضيف لها مغرفه كبيره تاع المارغرين وشويه تاع لافاني. هنا ثاني تقدري تزيدي ديري لها يعني اي اضافه كما انا زدت لها هنايا لا تاع البنان، يعني بما اني درت لي بابا تاعي بذوق تاع البنان، الكريمه درتها بذوق البنان. خلط كامل هذاك الخليط، شوفوا هذاك الخليط تحصلنا عليه خليط كريمي. انا نحطها بجي نخليها تبرد حتى يطيبوا لي بابا تاعي، ونروح ندير بهم لي بابا. هنا لي بابا تاعي راهم طابوا، وهنا كنت طيبت شربات كاس ونص تاع السكر مع 3 كيسان تاع الماء، حطيتهم يغليو حوالي ربع ساعه، نحيتهم. وهنا نحي لي بابا تاعي نخليهم يدفاو شويه فقط هكذا. هنا راهم مازالوا دافيين، ونروح مباشره نشربهم بهذيك الشربات وهي سخونه باش يتشربوا لي بابا تاعي ويجوني مشمخين. هنا كنت تصيبوا شمخوهم مليح باش يجيوكم لي بابا يعني يجيوكم مشمخين، ما يجيوكمش ناشفين. خليها تشرب مليح هكذا، حطيها مده في هذاك الشربات، خليها تتشرب يعني براحتها. انا نروح نشمخ كامل هذوك لي بابا تاعي، انا شمختهم لهنا ونروح نحطهم في طبق التزيين. هنا عندي هذو الكؤوس نحطهم كميه من الكريمه، هنا حطيت الكريمه في الكيس الحلواني، نفرغ كميه في كل كاس هكذا كما نقولوا حنا كميه، نحطوا كميه هكذا في كل كاس باش نزينوا لي بابا تاعنا. وهنايا عندي انايا كميه من سوبر كريم، يعني صنع منزلي. خدمت سوبر كريم ودرت لها كميه من الفراوله، قطعتها يعني هكذا مربعات صغار، ودرتهم كطبقه ثانيه فوق هذيك الكريمه تاع الموز. يعني هذا اضافه اختياري تقدري تستغني عليها، يعني راح تكون الكريمه الاولى يعني فقط يعني تكفي. هنا نجيب لي بابا تاوعي نحطهم هنايا من فوق هذيك الكريمه، يعني كي تعودي تاكلي في لي بابا مع هذيك الكريمه تاع الموز ومع السوبر كريم، يعني راح يجيك واحد الذوق رائع جدا، يعني تحليه جدا رائعه. هنا عندي كميه من الكريمه شانتي، هنا نديرها كتزيين. ونجيب يعني التزيين يبقى اختياري، انا عندي هنايا حبات تاع الفريز قطعتهم هكذا يعني على نصفين، وكل وحده درت لها نصف قطعه تاع الفريز، وزينتهم بهذوك الحبيبات هذوك تاع الحلويات. وهذه هي التحليه تاعنا لنهار اليوم. نتمنى تكون الوصفه سهله، يعني هي سهله جدا، احنا برك كما نقولوا احنا نعرفوا كيفاش نتبعوا المقادير ونتبعوا الطريقه فقط تنجح لك وتفرحي بها العائله تاعك. شوفوا كيفاش جات الطريقه، جد رائعه. والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله.